يا ضحكت عليا خلتني اشتري من وكالة إبليس، اشتريت منه كل حاجة في المحل وبالسعر الرخيص، واللي اكتشفته بعد ما عدت سنين. يلا بينا. بتدور على شنطة المليون جنيه؟ حتى انت بتدور على شنطة المليون جنيه؟ طب لما انا وانت واصحابي وكلنا بندور على شنطة المليون جنيه، مين ما بيدورش؟ ومين العبيط اللي هيضيعها اصلا؟ يا رب حد يضيع شنطة فيها مليون جنيه وانا الاقيها. او انت يا عم عادي، عشان انت حبيبي برضه وبتتفرج عليا ومشترك وعامل لايك للفيديو، وعشان انت مشترك وعامل لايك للفيديو تعالى بقى اقول لك تعمل ايه بعد ما تلاقي الشنطة. واول حاجة تعملها بعد ما تلاقي الشنطة اللي فيها مليون جنيه، تديني بس 500 الف كده، ايه امشي حالي بيهم ماشي. انا مش طماع بس يعني ايه، لسه بقول لك حبيبي. اصل انت يعني هتعمل ايه بمليون جنيه لوحدك؟ هتجيب شقة ولا عربية ولا تفتح مشروع ولا تتجوز اصلا من غير ولا شقة ولا عربية، ولا اصلا هي الشقة دي من غير عفش فهتجيب عفش بالمليون جنيه؟ تعمل ايه؟ تعال انا اقول لك بقى تعمل ايه ماشي. هتديني 500 اقول لك على البتاع، مش هتديني خلاص اقفل الفيديو يابا وما تتفرجش لو سمحت ماشي. ولا اقول لك عشان ما تزعلش تعالى يا عم. يلا نرتجل بقى يعني 3 دقايق. يا الله فيهم متعات. يا الله اقول ايه؟ الواحد يعمل ايه بمليون جنيه؟ ازاي تستثمر مليون جنيه؟ مليون جنيه عارف برضه. ازاي تستثمر مليون جنيه؟ تعال نجرب ماشي. هنقول مثلا 500 هتديهم لي، اتبقى معاك 500. طب بلاش انت، انا ازاي استثمر مليون جنيه؟ ده السؤال بقى اسهل. انا عارف انا عايز ايه ومحتاج ايه وهعمل ايه. مبدئيا انا ما عنديش حاجه افتح بيها مشروع، او ما عنديش فكره احطها في مشروع يبقى خلاص ده كده ب 800 و100 100 خالص. مفيش بقى عربيه بطاطس، عربيه كبده، عربيه شاورما، ما عنديش الكلام ده، ولا حتى عربيه زلابيه. فانا شايف الصراحه، استنى كده. كده كده انا بقيت شايف نظبط بس الكلام ان احنا ممكن نعمل كالاتي. ممكن نحط مياية مثلا استثمارات الاسهم. الكلام ده انا بقوله لك وانا زيرو خبرة في الكلام ده ماشي. يعني انا لو حد اداني مليون جنيه دلوقتي، ده اللي انا اول حاجة افكر اعملها. اول حاجة اديك 500 عشان انت حبيبي وصاحبي، و500 جنيه عشان ما تجيش تقول لي انت قلت لي 500 هم 500 جنيه. واحمد ربنا اول واحد هيحط كومنت هيبقى اول واحد ليه 500 جنيه. يلا بقى تاني حاجة هحط 100 ألف، ممكن يبقى 10 بس في الأسهم. يعني مش عارف خليهم 100 عشان دول اللي هيتبقوا من الباقي. يعني دول اللي أنا عارف إن أنا معايا 100 في البورصة خلاص، أي وقت أروح أسحبهم هيبقى ده اللي اتبقى من المليون ماشي. تاني حاجة هجيب عربية متوسطة كده. هو المتوسط دلوقتي بكام؟ مش عايز نيسان صاني ام 600 وبتطبق من الهوا دي، لا مش عايز. خلينا مثلا في، يا الله، نيسان صاني ب 600 بتطبق في الهوا. طب يعني هتبقى ايه من المليون كده؟ لا مش هينفع. خلينا مثلا في عربية 128 من ام 200 ألف دي تقريبا، انا مش عارف اسعار القديم، ونحط لها شوية حبشتكنات كده وغاز كهرباء يخش له في مش عارف نصرف لها 50 ألف يا عم كده فاهم. مش عارف افهمك ازاي، بس اللي هو ايه بكرت على العربيه ماشي. 250 ادي ربع مليون جنيه طاروا في عربيه 128. انت فاهم؟ عشان انا دلوقتي جالي فكره جهنميه غالبا دي اللي هتحصل. اخد المليون جنيه بالشنطه ناقص 500 عشان اديهم لك انت بس. واحد بس ماشي. بعد ما اخد الشنطه اللي فيها مليون الا 500 جنيه، اروح طالع بقى على اي دوله فيها عربيات بسعر معقول، وقبل العربيات اللي بسعر معقول دي فيها نت لا محدود، عشان دي بجد اكتر حاجه مضايقاني بجد. يعني فكك من اسعار النيسان صاني ام 600 الف دي، النت بس والله نشوف اي بلد من البلاد اللي جنبنا ونحجز تذكره ونطلع بيها. يا اسطى ما تعلقش يا اسطى، ما تعلقش يا اسطى، ما تقطعش يا اسطى كده حلينا. ولا التذكرة بكام؟ مش عارف. هو ايه الاستفادة من الفيديو ده بجد؟ يعني انا كانت دماغي فين وانا بفكر في الفيديو ده؟ مش كان انا عارف انا دماغي كانت فين، كنت بستحمى كانت مبلولة. كانت مبلولة والله. اصل يا اسطى مليون جنيه في مصر، غير ان هم فعلا مش هيعملوا حاجة،
ماشي، احنا عايزين $1,000,000 مش $1,000,000، غير ان اصلا مش هنلاقيهم. يعني فعلا ما فيش عبيط هيضيع من ايديه $1,000,000، غير انه لو ضيعهم مين ابن المحظوظه اللي هيلاقي شنطه فيها $1,000,000؟ ده مش امه ده عياله، ده مش عارف والله مين اللي داعيله. ده صعب صعب قوي ان احنا، يعني انا عن نفسي واحد من اكتر من 100 مليون مصري، الا واحد اللي هيضيع الشنطه اللي فيها $1,000,000. صعب، فاهم؟ فنسبه قليله جدا جدا، صعب. فحتى التخيل صعب، حتى لو لقيتها صعب. شوف بقى، انا هبقى واحد صعب من اكتر من 100 مليون واحد صعب. فالنسبة دي اللي هو انا لو محظوظ ومش عارف ايه وايه وايه وايه، صعب. بعد ده كله لو لقيت الشنطة مش هعرف اعمل بيها حاجة، صعب. الفلوس هتخلص وانا بفكر كده، فاهم؟ مش هينفع. خلاص يا اسطى، خلاص، فكك فكك. لو لقيت $1,000,000 يبقى يحلها ربنا، ماشي. بس يلا، عايز حاجة؟ يا رب يكون الفيديو ده فادك بأي حاجة. مش عارف الصراحة أنا لو مكانك هستفاد إيه، بس أديك عرفت إن أنا لو لقيت شنطة فيها $1,000,000 أنت ليك 500 جنيه. لو عوزتني تاني هتلاقيني في أي حتة بره، على السكة وعلى الجدون وعلى الدغري. يلا. I don't know when uploading a new video but سيب على الله. شفت الفيديو الجاي إن شاء الله قريبا جدا، وإن شاء الله ما كسلش. جود باي.